عاملين ايه؟ ده طريقة الزبادي. بتجيبي بقى ايه كوبايتين لبن وتدفيهم، مش تغليهم، كوبايتين لبن يبقوا دافيين. انت بتغلي اللبن الاول، ولما يدفى تاخدي منه كوبايتين. بعد كده بتجيبي معلقة ونص زبادي، وبعدين تضربي الزبادي، تاخدي المعلقة ونص دي تضربيها في الخلاط، معلقة ونص زبادي. تمام، تاخديها ايه تضربيها في الخلاط مع كوبايتين اللبن، وزي ما قلنا كده اللبن بيتغلى ويبقى دافي يدفى. يتحط شوية لبن على المعلقتين، على المعلقة ونص الزبادي دول، وينضربوا حلو قوي 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 في الخلاط. تضربيهم في الخلاط وبعدين ترجعي تحطيهم على اللبن، وتجيبي صينية، آه، تجيبي صينية فيها مية سخنة، وتكوني ولعتي الفرن بتاعك 10 دقايق يسخن، علشان خاطر تحط فيه الزبادي. طبعا الزبادي بقى انت هتصبيه بقى في القوارب بتاعتك، في الكاسات، في البريمة الصغيرة الفخار دي، جميلة جدا على فكرة، بتبقى تحفة. انتوا عارفينها؟ يعني انا كنت شارية تقريبا الستة كانوا عاملين 25 جنيه، بس جميلة جدا القوارب دي. وتحطيها بقى في الكاسات بتاعتك، في الطواجن دي. هتعملك تقريبا الكوبايتين بيعملوا 4 قوارب زي ما انت شايفة كده. هيفيدوكي قوي في رمضان، الطريقة دي جميلة قوي وتتابعيها. وفي رمضان اعمليها او اعمليها دلوقتي لاولادك وليكي. اولا انت كده بتبقي ضامنة اللبن، انت غالية اللبن والحاجة عندك نضيفة وزي الفل. طبعا بتجيبي مية سخنة الكاتل، وتيجي حاطة مية سخنة في قلب الصينية، وتاخديها تحطيها على طول في الفرن. مجرد ما هتحطيها في الفرن، الفرن لازم تولعيه ويبقى الفرن دافي، الفرن يبقى دافي. بتحطي مية سخنة زي ما انتم شايفين كده، وهتاخدي الصينية تحطيها زي ما قلنا في الفرن، وتسيبيها. سيبيها بقى 3 4 ساعات، يوم بحاله من بالليل للصبح. هتقومي الصبح تلاقيه خاتم وجميل جميل جميل، هتلاقيه تحفة زي ما انت شايفة كده. هتحطي بصي طالع عامل ازاي، وخفيف خفيف ايه، تحفة تحفة تحفة. والله صدقيني الطريقة دي جميلة جدا جدا، والناس بالذات في رمضان هتريحك من شراء الزبادي. تحفة تحفة تحفة. بصي شايفة، اتبعي الخطوات بتاعتنا والزبادي بتاعك هيطلع تحفة. دمتم بخير.